بيبدأ الفيلم مع شاب مراهق صغير اسمه روجر، وبتكون عطلته الصيفية بلشت، وبكون راكب على عربة بتقودها خادمة اسمها ليبيلي، وبكون ناوي يقضي عطلته بفيلة أبوه، بس بنعرف بأنه في ضيوف آخرين بالفيلا بيعيشوا فيها هم كمان. وبكون روجر طول الطريق بيبصبص على الخادمة ليبيلي مثله مثل أي مراهق تاني عمره 16 سنة، بس الخادمة ليبيلي بتتجاهل نظراته ليها. ولما يوصل روجر لقصر أبوه بتيجي عدة خادمات ليستقبلنه، وبتلاقيه أمه كمان وبتسأله ليش سرواله مبلل، فبيشعر روجر بالإحراج لأنه عملها على حاله لما كانوا في العربة. فبتيجي خالته مارغريت وبتنقذ الموقف، وبتقول بأنه معظم المراهقين مثل روجر. وبكون روجر سعيد برؤية عيلته وخصوصا أخته الصغيرة بيرت، وبكون روجر وبيرت بيستمتعوا برفقة بعض وبيكونوا منسجمين بشكل كبير. وبتاخذ بيرت أخوها روجر للغابة القريبة ليستكشفوها، وأثناء استكشافهم للغابة بتطلع بوشهم الخادمة ليبيلي وبتحكي لهم بأنها كانت تجمع خضار وفواكه للقصر. وبكون روجر مشتت تماما لأنه تفكيره كله كان في حتة ثانية تماما. وبعد ما راحت الخادمة بيرجع روجر ليدور على أخته، وأثناء هالشيء بيسقط وبيتعثر على الأرض. وفجأة بيسمع روجر أصوات أنين امرأة قريب عليه، وبيكتشف روجر بعدها إنه في خدامة من القصر اسمها أورسل عم تعمل تشوك أح مع واحد من الرجالة بالغابة. فبيرتعب روجر من المنظر وبيهرب بعيد، وبيبدأ روجر يفكر إنه هو التاني يعمل تشوك أح زي الباقيين. ولاحقا بيشوف روجر خدامة اسمها هيلين بتودي شيء لغرفة من الغرف، وقبل ما تطلع من الغرفة بيسحبها الزلمة اللي بالغرفة من وراه، وبتحاول هيلينا تفلت منه بس بالآخر بتخليه يعمل اللي هو عاوزه فيها. وبيقعد روجر يتفرج على فيلم تشوك أح قدامه، وبتحكي بيرت لروجر بأنه الإنسان الوحيدة العذراء بكل القصر هي خالتهم مارغريت، والسبب هي انها بتخاف من الجنس، وهو الشيء اللي خلاها بالاخر ما تتزوجش من اي رجل. وباليوم الثاني بتاخذ بيرت اخوها روجر لمكان قريب من القصر، وبتحكي له بانها من هالمكان بتقدر تشوف جميع خادمات القصر لما يجن لهالمكان، وبتكون الخادمات يجن لهالمكان علشان يتحممن، واثناء استحمامهن بيكونوا يحكين عن مغامراتهن الجنسيه القديمه. وبعد شويه بيجي شويه رجاله للنهر وبيشوفوا الخادمات امامهم، فبيكشفوا عن احناشهم وبيشخوا بالنهر قدامهن. وبعد شويه بيجي والد روجر للبيت، وبيكون بصحبة أخت روجر الكبيرة اللي اسمها أليسا. أليسا هي بنت جميلة جدا وهادئة، وبتحيي جميع من بالقصر بعناق باستثناء روجر اللي بتعطيه بس بوسة على جبينه. فبيسعى روجر لأن أخته ما حضنتوش هو برضه. وبعد شوية بتمسك بيرت أخوها روجر وبتحكي له بأنه خالتها مارغريت حتعترف بخطاياها للرب بغرفتها، فبيتسلل الاثنين لسقف غرفتها ليتسمعوا على اللي بتقوله مارغريت. وبتحكي مارغريت بأنه صح إنها بتخاف من الرجالة، بس بالحقيقة هي وقعت بحب روجر من أول لحظة دخل فيها للقصر، وبأنها بتتمنى تنام معاه كل يوم. فبيفرح روجر لأنه خالته الجميلة مارغريت بتحبه وعاوزاه، ويا فرحة ما تمت. بيسقط روجر مباشرة عليهم من السقف عن طريق الخطأ وبيتفضح، وبتجتمع العائلة مع الراهب علشان يقرروا شو عقاب روجر المناسب على اللي عمله. وبيقترح الراهب على العائلة انهم يجلدوه بالعصا علشان يتعلم ما يبصبصش على النسوان تاني، فبيجلدوه. وبعد العقاب بيكون روجر نايم بغرفته ومصدوم، وفجأة بتدخل بيرت لعنده وبتضحك على حالته، فروجر بقولها انقلع برا. وبعد شوية روجر بيسمع الخادمة هيلينا بتغني بينما بتتوجه لغرفة الراجل اللي راحت عنده بالماضي. وبكون روجر عاوز يعرف مين الزلمة اللي بالغرفة، بس فجأة بتظهر الخادمة أورسل وبتطبطب على جروح روجر، فبيسألها روجر عن الرجل اللي عند هيلينا، فبتضحك أورسل وبتحكي له بأنه كل اللي بالقصر بيعرفوا مين هذا الرجل بس ممنوع يقولوا اسمه. فروجر بالآخر بقرر أنه يسأل عمه فرانك الراهب عن هذا الرجل، بس عمه فرانك بيكون يعمل العادة السرية وهو يطلع بالتلسكوب، فلما يسمع فرانك روجر بيقترب من غرفته بيطلع بسرعة منها. بعدها روجر بيمسك التلسكوب وبيشوف راجل وست مشلحين وبيرقصوا بالحديقة، وبيكون فرانك تارك كتاب بالمكان فبياخذ روجر، وبيكون كتاب ما ينفعش نقول ايش فيه لانه فيه تشوك أح كتير. فبيبدا روجر يقرأه وبيكون خايف انه حد يكشفه وهو يقرأه، فبيقرأه بالسر. وبيوم من الايام بيكون روجر يقرأ بالكتاب بالكوخ، وفجأة بيدخل الكوخ مزارع من العمال، فبيستخبى روجر منه. وفجأة بتظهر هيلينا وبتبدا طعم الأحصنة من الفتحة، فالمزارع بيكون مهووس جدا لدرجة انه بسكر عليها الفتحة وبيطلع يعمل معاها تشوك أح من ورا. وبيكون روجر عاوز يساعدها، فهيلينا بتقول له لا تساعدني انا عاوزة كده. وبنفس اليوم بيروح روجر لغرفة أخته إليسا وبيبدل الكتاب اللي بتقرأه بالكتاب القذر، وبيرجع لغرفتها بعد فترة وبيكتشف إنها بتقرأ بالكتاب ومستمتعة. وبالليل بيدرك روجر إن كل الكبار اللي بالقصر مرتبطين وعندهم حبيبة وبيعملوا معاهم تشوك أح، فبقرر هو الثاني يجيب حبيبة. فبيدخل للمطبخ وبشوف أورسل فبيتذكر هيلينا وبيكون عاوز يجيبها من وراه، فأورسل بتكسر الصحن على راسه وسرعان ما بتعتذر منه على اللي عملته. وبعد فترة بيوصل رجل بريد للقرية وبيعطي رسالة ليهم مفادها بأنه جميع الرجال بالقرية لازم يروحوا على الحرب لأنه الحرب العالمية الأولى بدأت. وبعدها بفترة وجيزة بتتعمل حفلة بالبيت لتوديع الرجال، وبيكون الراهب فرانك وروجر معفيين من واجب الذهاب للحرب. وبيروح روجر وأخته بيرت ليتسمعوا على كلام أمهم مع الراهب فرانك، وبتسأل الأم الراهب إذا بتقدر تعمل أي وضعية مع زوجها بالسرير، فبيحكي لها بصير، وهذا الراهب من سوق الجمعة جايبينه لازم يروح معهم على الحرب وصفوه. وباليوم الثاني بيروح رجال القرية كلهم للحرب، وبنشوف روجر وهو يسبح بالنهر، وفجأة بنشوف خادمة بتقرأ بكتاب قريب من النهر،
فبيقرب روجر عليها وبيتشجع وبيعمل معها تشوك وبيكون روجر سعيد جدا لدرجة انه بيقدر يقنع خالته مارغريت بانه بحبها وبانه ما فيش حاجة بالرجالة بتخوف. وخلال اسابيع قليلة بيكون روجر مظبط كل نسوان القصر ونايم معاهم، حتى اخته اليسا نايم معاها، مضلش غير امه ينام معاها علشان يدخل موسوعة جينيس، حتى انه بدخل 3 نسوان على غرفته مرة واحدة وبيمزعهم الثلاثة. ولكن لكل بداية يوجد نهاية، بيرجع رجال القرية من الحرب وبيكون روجر سعيد لانه قضى احتياجاته من النسوان. بس للاسف بتكون كل من اورسل واليسا ومارغريت حاملين من روجر، وبيكون روجر عارف انه لو امه عرفت باللي سواه مع البنات فهو في عداد الموتى، فبيعمل خطة سريعة، وهي اولا انه يطلب من خالته مارغريت انها تنام مع فرانك علشان الكل يفكروا انه الطفل من فرانك مش من روجر. وثانيا روجر بحط طلاء احمر على سرير اخته اليسا علشان لما تنام مع خطيبها يعرف انها عذراء. واخر واحدة على قائمته وهي الخادمة اورسيلا، بتتم خطبتها من رجل كروي، وبالاخر الثلاث نسوان بيتزوجوا ومشكلة روجر بتنحل اخيرا. وبنعرف بعدها انه هيلينا برضه حامل من روجر، فبقرر روجر انه يلقى زوج لهيلينا، بس هيلينا بتحكي له بانها عملت تشك مع كل رجل بالقصر، وبانها حاليا بتخطط انها تلقى اغنى واحد فيهم علشان تنسب الطفل لإله وتصير غنية وتضمن حياتها وحياة ابنها المستقبلي. يا بنت اللعيبة. ولهون بيخلص ملخص فيلم Whatever a French Woman Want. اذا عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهة، ما تنساش اللايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس لتوصلك كل ملخصاتنا الجديدة، واشوفكم على خير بالملخصات الجاية ان شاء الله.